القضيه فتنا في الكوميسيون ديسيبلين البارح وطلبنا تاجيل على القضيه اللي اعاده التحقيق باسكو الموضوع القضيه مرفوضه شكلا. الاعتراضات اللي ندونها السكرتير لا في دو ماتش، والقانون ممنوع يتوشي الفاي دو ماتش. يعني سكرتير تقصد سكرتير نادي بارادو؟ السكرتير هو اللي كتب لا في دو ماتش بشهاده الواقع عندنا والمكتسبات الخالفه، والحاكم ما غاديش يقدر يكذب ولا يقول لك انا كتبت. لهذا ممنوع الشيء السكرتير يصورها ديكتي، الحاكم هو اللي يكتب. نعم، لكن هل اللاعب تحصل حقيقة على 4 بطاقات صفراء قبل مباراة نادي بارادو؟ تحصل 4 بطاقات صفراء، والقانون لا يحمي المغفلين، ما يحميش المغفل، لا يحمي المغفلين. احنا غالطين وهم غالطين، القانون يطبق علينا ويطبق علينا، مرفوضة شكلا. بماذا تطالبون سيد محمد زرواطي؟ نطالب بإعادة النظر في الرابطة اللي عندها المحاماة تاعها الرابطة، وينصفوا الفرق وينصفوا. في تاريخ الكرة الجزائرية لم تخصم 6 نقاط في 24 ساعة. في تاريخ الكرة الجزائرية لم تخصم 6 نقاط في 24 ساعة. هل ترى بأنه ربما فريق شبيبة الثورة مستهدف؟ أنا ما نقدرش نقول لك مستهدف ولا مستهدف، لا على ديكلاراسيون اللي يديرها الرئيس تاعه. أنا قلت لك في تاريخ الكرة ما كانش ختموا 6 نقاط، 6 نقاط باش تختمها خصك تحقيق تحقق فيها. عندما باش ما تلومش الناس. نعم سيد محمد زرواطي، عندما تقول مستهدف بسبب تصريحات رئيسه وهو أنت محمد زرواطي، هل أدليت ربما سابقا بتصريحات ربما كانت يعني ضربة موجعة لأطراف معينة جعلتهم الآن ربما يحاولون ضرب استقرار شبيبة الثورة؟ أنا نتكلم عن الكرة الجزائرية، كي نشوف ما يشبه لها نتكلم بور لانتيري دو الجيري والكرة الجزائرية، لا أتكلم على شبيبة الثورة ولا نتكلم على العامة، على الجمعيات العامة، نتكلم على لي ريزيرف تاع لي بينوبيا. هاد أجعلت الناس ديال الشيء، أجعلت الناس، ولكن علاه البريزيدون دو لا كوميسيون ديسيبلين اللي هو أستاذ ومحامي كيفاه ما شافش هذه. هل تلقيتم ربما اتصالات من المسؤولين عن لجنة الانضباط بخصوص هذه القضية، أو تلقيتم أيضا تطمينات بخصوص هذه القضية بالضبط، قضية مباراة شبيبة الثورة ونادي بارادو؟ ما عندناش تضامنات، ولكن كنت عندهم البارح. أنا رحت عنده البارح حدا طلبت كوميسيون ديسيبلين. نعم. وقلت لها تدير لها دوموند دير تأشير وتحقيق. ما كانش تأشير وتحقيق، دا فوت هذه راك. كيف تشوف في دوماش كتبه منا زي وكتبه منا زي، مرفوضة شكلا، الكتبه ماهيش وحدة. هل تقصد أنه ربما تم التلاعب بورقة المباراة؟ ما نقدرش نقول لك تلاعبات واحتياز. انحياز، يعني تقصد انحيازات، تلاعبات، كلش فيها. انحيازات لنادي بارادو تقصد؟ فريق خصم هو بارادو. لماذا فريق بارادو بالتحديد؟ هل ربما نربط الأمر يعني بكل صراحة سيد محمد زرواطي، نربط الأمر بخير الدين زوتشي؟ شوف أنا ما نقولكش نربط بخير الدين زوتشي ولا حتى آخر ولا. دوكا هي راهي باينة من يسير الكرة الجزائرية، باين اللي يسير الكرة هو رئيس الفيدرالية. نعم. وأنا طحت بالزهر مع الفريق تاعو، ولكن ما نهضروش على اتليتيكو بارادو ولا خير دين زاتشي، نهضروا على بريزون كوميسيون. كاين خلل ولا ما كانش؟ يوجد خطا شكلا ولا ما يوجدش؟ نعم بس واضح. محمد زرواطي رئيس فريق بارادو، ولكن اتكلم على موجود خطا شكلا ولا غير موجود. غير موجود حنا خلصوا 6 نقاط. نعم واضح. سيد محمد زرواطي كان شكلا يعاودوا يشوفوا لنا الملف شكلا. نعم وصلت الفكرة. محمد زرواطي رئيس نادي شبيبة الثورة، شكرا جزيلا لك. سمعتوا الاحترازات كان من المفروض أن يعني يكتبها على ورقة اللقاء الحكم، بأن الاحترازات كتبها الأخبراين. تفضل. نعم. لا demande la formulation تاع لي ريزيرف تاع نادي بارادو
نداروا بكل شفافيه امام قائد الفريق تاع نادي الثوره والسكرتير تاع فريق نادي الثوره، ils ont été consignés par les deux parties y compris l'arbitre سي مصطفى غربال. حنايا والبارح اداره شبيبه الثوره اعترفت بهذا الشيء قبل افون لا ديسيزيون دو كوميسيون ديسيبلين. ماذا حدث؟ ما هو الامر الذي غير ربما وجهه نظر اداره شبيبه الثوره التي اعترفت حقيقه بالامر عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك؟ عبر صفحتها الرسميه البارح الساعه 4 كانوا معترفين بالخطا ديالهم، خطا اداري. شبيبه الثوره حبت تحمل لي شاك تاع الاداره ديالها، حبت تحملوا للمنافس، وهذا جايه من عندهم يعني دوبي دي زاني كيكون عندهم انيشات، عندهم ضغوطات تاع الجماهير ديالها بالك. هل ترى بان نادي بارادو مستهدف لعديد الامور، ربما مستهدف ايضا بسبب خير الدين زبشي؟ لا هذا نحن ما ندخلوش في الموضوع. انا يا با بلوتار تو الور تكلمت مع الامين العام ديالنا وعمل لي ريزيرف ديالو اون تو ترونسبارونس، قلت لك بحضور قائد فريق نادي شبيبه الثوره والسكرتير تاع نادي الثوره ولا في دو ماتش كي ايتي سيني بار لاربيت، وحنايا اون لورا روندو ان سيرفيس لشبيبه الثوره ساعه قبل المباراه، علمناهم بالقضيه. يعني الامور كانت واضحه السيد مراد بونفوف، وما يقوله رئيس شبيبه الثوره لا اساس له من الصحه. لا اساس له من الصحه، بالطبع هذا حق قانون وحق نادي بارادو، وكنا علمنا نادي جمعيه يعني المسيرين تاع شبيبه الثوره ساعه قبل المباراه، علمناهم بالقضيه. خذاو يزون بانيكي واحد 5 دقائق، بانيكاو ما بيناتهم، شاوروا ما بيناتهم وخذاو قرار يلعبوا اللاعب. حنا كنا ما قمنا الا بدي ريزيرف اوفيسيال، وسي محمد الزرواطي اللي نحييه بالمناسبه كان ايلايتي اوديسيوني البارح في كوميسيون دو ديسيبلين، ما قال حتى شيء 24 ساعه، ما يعرف علاش دار، وهذا نفهمه باسكو عنده الضغط تاع الجمهور ديالو، سي تو افي نورمال يحوس مفر واضحه كالشمس. مراد بونفوف الناطق الرسمي لنادي بارادو، شكرا جزيلا لك. شكرا. والقضية متابعينا الأعزاء تبقى للمتابعة. للتذكير فقط بأنه مباريات الدوري الأوروبي في أوروبا مانشستر يونايتد أزاحها الميلان، وروما تأهل، وتوتنهام خرج من المنافسة مع فريق دينامو زاغرب الكرواتي. شكرا على طيب الإسماع والمتابعة، والعودة لزميل فارس. وهذه القضية وضعها الموقع الرسمي لشبيبة الثورة، هنا خصم النقاط من فريق شبيبة الثورة بسبب مشاركة لاعب مداحي لتراكم البطاقات، هنا محمد الزرواطي كما تابعنا قبل قليل في مداخلته سيقدم طعن للاتحادية على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ضد نادي بارادو لمنع حذف النقاط. وكما قال بونفوف أيضا كان له رأي، والرأي آخر سوف تترك إلى الاتحاد الجزائري للفصل في لقاء نادي بارادو وشبيبة الثورة من خصم النقاط من عدمها. ننتظر الأيام القادمة، والسلام عليكم.